السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. اعملي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو انت مش مشتركة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. هنعمل مع بعض كيكة سهلة جدا، طرية جدا، هشة جدا، حلوة جدا جدا، تنفع معاكي في العزومات، تنفع في المناسبات عندك، رهيبة بجد. هتعجبك وهتنجح معاكي من أول مرة، حتى لو مكنتيش بتعرفي تعمليها هتنجح معاكي من أول مرة. معايا الخلاط بتاعي، والسهل كمان إن هي في الخلاط. معايا في الخلاط بتاعي كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر، نص كوباية كاكاو. تاني كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر، نص كوباية كاكاو خام، والكاكاو لازم يكون خام، ما ينفعش كاكاو محلى. نص كوباية بس منه عشان ما تمررش معاكي. وهنضربهم كويس أوي في الخلاط على على السرعة يعني عالية. تمام، ماشيين مع بعض واحدة واحدة اهوت، وسهلة جدا وهتنجح معاكي من أول مرة. هضربهم بقى في الخلاط، وبعد ما ضربتهم في الخلاط لحد هنا هجيب مكون سحر بيحول معاكي الكيكة لحتة تانية خالص. الشوكولاتة القابلة للدهن أي نوع انت حابة تستخدميه، حطي منه معلقة كبيرة في الخلاط واضربيه. يا خرابي على الطعم بتاعها، بتنقل الكيكة بتاعتك في حتة تانية خالص، وخصوصا ان احنا هنعمل النهاردة جاتو، فهتنقل معاكي الطعم حرفيا. بعد ما ضربت الخليط بتاعي كويس اوي في الخلاط، هنزل بقى بالكوباية، هاخد منه كوباية واشيلها على جنب في التلاجة لحد ما اخلص بقية الكيكة بتاعتي وتستوي، عشان هحتاجهم بعد كده. معايا بقى في الخلاط على الخليط اللي باقي هضيف بيضتين، وده الحلو في الكيكة بتاعتي ان هي ببيضتين بس، مش ب3 بيضات، وممكن بيضة واحدة كبيرة. هفضي بيضتين على باقي الخليط اللي في المكونات اللي في الخلاط، وهنزل عليها بتذكرتين فانيليا ومعلقة صغيرة خل. تمام، ليه الخل؟ عشان زفارة البيض وعشان تطلعها لي هشة وجميلة. اهو معلقة خل، وهضربهم كويس تاني في الخلاط. بعد ما ضربتهم كويس بقى في الخلاط، هنزل بيهم في البولة بتاعتي. ولو تلاحظوا اللون، فرق اللون، بصوا اللون ده فاتح جدا، واللون اللي في الكوباية اللي هناك ده غامق، وده بفعل ايه؟ بفعل البيض. تمام، اهو ده لونه اغمق من ده. ده انا هدخله التلاجة، مش هسيبه على الرخام. الخليط الجاف بتاعي بقى عبارة عن ايه؟ كوباية دقيق، ممكن تحتاجي معلقة دقيق فوقها، ممكن لا، انا احتاجت، انت ممكن ما تحتاجيش. تمام، معاهم معلقة كبيرة بيكنج باودر او كيك شيف اللي متوفر عندك حطيه، وذرة ملح. وهتقلبي كله مع بعض، وهتنزلي بيهم على الخليط السائل بتاعي. تاني كوباية دقيق منخولة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر او كيك شيف اللي متوفر عندك حطيه، وذرة ملح عشان تظبطلك الطعم ده كله. بعد بقى ما عملتهم مع بعض، قلبتهم مع بعض، نزلت بيهم على الكيكة بتاعتي، بدأت أدوبهم كويس. طبعا قبل ما أبدأ شغل خالص في الكيكة، مدورة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 من تحت بس، على الرف الوسطاني. هحطها على الرف الوسطاني، الفرن شغال من تحت بس، أنا مش هحتاج الفرن بتاعي النهاردة غير من تحت بس. هنا احتجت كمان معلقة دقيق فزودتها بس. وأقلب الخليط بتاعي، وزي ما قلت لكم الفرن بتاعي حامي. ممكن تعملي بالخليط ده كب كيك، ممكن تعملي تورت، ممكن تعملي كيكة عادية. انا هعملها النهارده جاتو شاتو عشان تنفع معاكي في المناسبات وتغيير. الخليط بتاعي اهو بينزل يعلم علامة بسيطة ويسيح، علامة بسيطة ويسيح كده. الخليط بتاعي ناجح 100%. هطلع لي كيكة هشة وناجحة جدا وطرية جدا، ما فيهاش غلطة. جبت بقى الصينية بتاعتي دي، صينية البسبوسة، اكبر صينية في صواني البسبوسة، وهبطنها بالزيت وبالدقيق عشان خاطر الكيكة بتاعتي ما تلزقش مني في الصينية. انا مش عايزاها عالية، فعشان كده عملتها بكيكة البسبوسة الكبيرة عشان تبقى مفرودة معايا. عايزاها عالية، صغري الصينية واعملي في صواني من اللي هي بتاعة البطاطس دي، او المتوفر عندك يعني حطيها فيها. انا عشان مش عاوزاها عالية، عايزاها واطية، فهحطها في الصينية بتاعة البسبوسة. هتطلع معايا سمكها حلو جدا، و... ومش مكتومة خالص، ومش رفيعة خالص برضو. صبيتها بقى في الصينية بتاعتي، هفضل اهبد فيها عشان خاطر كل الفراغات تطلع منها، عشان خاطر الكيكة بتاعتي تبقى شبه الاسفنجية كده، ما فيهاش فراغات كبيرة، تكون حلوة شبه كيكة النايت كده بس. وادخلها الفرن بقى. بعد نص ساعة هختبرها بخلة أسنان من النص، لو طلعت نضيفة كده مية مية، وكيكة مظبوطة معايا استوت. ما طلعت ملحوسة معايا شوية، اهي خلة نضيفة،
هحطها اهيت في النص، طلعت معايا نضيفة اهيت، يبقى كده الكيكة بتاعتي استوت ومية مية. طلعت معايا ملحوسة شوية، يبقى هقفل الفرن واسيب الكيكة بتاعتي حبة كمان. خرمتها كده بالخل عشان الصوص ينزل جواها. ممكن تستغنى عن الخطوة دي لو مش بتحبيها. وهجيب بقى الخليط بتاعي اللي في التلاجة، بص تقل جدا اهو. بص هوقع الكوباية قدامكم تقل جدا، فهاخد بالكوباية بالمعلقة كده ايه على قد ما انا عاوزة هاخد، وهسيب الباقي بقى في الصينية. واللي عاوز يزود يزود. لو وصلت لحد هنا من الفيديو بقى اعملي لايك للفيديو واشتركي معانا لو انت مش مشترك. بعد ما فردت الكيكة بتاعتي الصوص بتاعي على الكيكة كده اهو، هبدأ بقى ايه اقطعها وارجع اضيف تاني برضو. كيكة حلوة جدا، طعمها تحفة جدا. لو عملت دي على هيئة جاتو، يعني في صينية مربعة عملتيها على هيئة جاتو، هتنفع معاكي في المناسبات جدا وهتسد معاكي. سهلة جدا وطريقة سهلة جدا مش مكلفة خالص، وكلها عندك في البيت. رهيبة بجد. قطعها بقى بالشكل اللي يعجبك والحجم اللي يعجبك، انت اللي هتاكلي محدش هياكل معاكي، فبالطريقة اللي تعجبك قطعيها. انا قطعتها اهوت. هنا بخلي الحروف بتاعتها من الصينية عشان لما اجي اطلع ما تكونش لازقة معايا اهو. مش هتغطيها ومش هتعمل لها اي حاجة، انت هتسيبها تهدى وتدخلها التلاجة بقى. بس كده. هوريكي بقى حتة منها وهوريها لكم قد ايه هي هشة من جوه وطرية من جوه. حلو قوي بجد، لو عملتيها هتعجبك. اه طلعت حتة منها بس الكاميرا كانت فصلت. شايفين الشوكولاتة نازلة ازاي على الحروف بتاعتها؟ حلوة قوي. الصينية بتاعتي نضيفة مش لازقة ولا حاجة، والكيكة بتاعتي طرية جدا. هوريها لك، تحفة جدا. جربيها هتعجبك وهتنجح معاكي من اول مرة ان شاء الله بإذن الله. اهو بصوا، طرية جدا 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 وتحفة. بجد هتعجبك. فاتك كتير لو ما عملتهاش بالطريقة بتاعتي دي. جربيها وهتعجبك ومع ألف سلامة.